المغرب بيقدم ملحمة كبيرة من الإنجازات والتفوق والإبداع في مجال كرة القدم. مازال الفرق كلها على الصعيد الكبير الصغير الناشئين الأطفال اللي بترضع كلهم متفوقين وبقوة. النهارده أشرف حكيمي بيفوز بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا دوت لنتيجة تعب وجهد كبير أوي أوي أوي. مش صدفة خالص إن هو ياخد أحسن لاعب في القارة ده، لأنه الراجل مجتهد. خد مع فريقه بطولة الدوري العام وبطولة أوروبا وبطولة السوبر، 3 بطولات مع باريس سان جيرمان، وطبعا مع فريق المغرب الكبير وصل بيهم لكأس العالم. ده غير طبعا الانجازات اللي قبل كده. فالمغرب حاجة كده تدرس. المفروض الفرق كلها في قارة افريقيا كلها تدرس يعني ايه المغرب وصل للعالمية بالطريقة دي. المغرب بقت بتدور على المواهب يا جماعة في قطاع الناشئين في المدارس في مراكز الشباب. مفيش حاجة اسمها وسايط والكلام ده كله، لان الموهبة هي اللي بتفرض نفسها. طيب تعالوا نشوف بقى احنا مثلا فريق مصر. فريق مصر اول ما انت شفته في البطوله اتغلب من اوزبكستان وقدم اداء فوق المتواضع سنه مع الراس الاخضر. ايه اللي حصل بالنسبه لحسام حسن؟ زعلان ان الناس بتهاجمه وطالع بيتخانق. ده طالع بيتخانق يا جماعه، بدل ما الراجل يتكلمنا على ناحيه فنيه، لا ده هو جاي بيتكلم وكأنه هيتخانق مع الناس ويقول لهم انتوا عايزين ايه بالظبط. يعني تخيل انت واحد مدرب يقول انتوا عايزين ايه بالظبط، بيزعل الجمهور. هو فاهم وعايش زي ما بنقول ايه الحالة، ان هو اللاعب الهداف الكبير زمان زي ما كان الجوهري مصدره. يا سيدي ماشي، بس انت دلوقتي احنا الناس دلوقتي بتحاسبك. انت راجل بتمثل منتخب مصر، انت عملت ايه بأدائك السيء ده اللي زي الزفت؟ هي الناس مطلوب منها تتحرق دمها الملايين دي كلها وانت تاخد فلوس؟ لا انت عملت ايه؟ زعلان ان الناس بتحاسبه. يقول لك انتوا عايزين ايه يعني؟ انا وصلتكم لكاس العالم من غير اي هزيمه وبطوله افريقيا من غير اي هزيمه. ايوه يا سيدي، هي دي فرقه نضحك على نفسنا؟ هي دي كانت فرق اللي انت لعبتها اصلا في التصفيات؟ انت مع اول اختبار صريح شوف انت شكلك عامل ازاي، والراس الاخضر شكلها عامل ازاي، ولا اوزبكستان عامل ازاي. ليهم شكل في خطة. سيبك من اللي يا عم اللي انت اتغلبت ولا كسبت، بس الفريق ملوش شكل في الملعب يا جماعة. هو مش اي كلام وخلاص. مع الاسف احنا هنا في مصر بقينا بندور على اللي يدفع اكتر هينزل يلعب، واللي يدفع اكتر واكتر هيبقى اساسي في الفريق، واللي يدفع قليل هيطلع الكارنيه بس بتاع النادي. دي الصوره اللي ماشيه حاليا دلوقتي في الكره المصريه مع الاسف. مع ان في الاساس اصلا كره القدم مبنيه على المواهب. يعني ما ينفعش ادفع فلوس وادفع رشوه عشان اخش. طب يا ابني ما انت هتبان للناس كلها وللشاشات وللدنيا كلها اللي انت لاعب حمار مش لاعب اصلا. ده هتخبيه ازاي؟ دي مشكله الناس مش فاهمه كده يا جماعه، ان كره القدم حاجه مختلفه بتعتمد على المواهب. عشان كده اختفت المواهب اصلا في مصر. تيجي تدور على الفريق كله تلاقي 2 3 بالكتير، ده لو طلع 3 عندهم مواهب. في النهاية الف مبروك للفريق الكبير المغرب اللي ماشي صح، وشرف لكل واحد في قارة افريقيا ان المغرب بيمثل القارة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.